مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. الفقرة الأخيرة مع كاتبة مصرية لها العديد من الكتابات والمقالات نشرتها في الصحف الورقية كالحقيقة المصرية والكرامة، وأيضا لها مشاركات في الصحافة الإلكترونية مثل اليوم السابع. لها مدونة على الإنترنت تحمل عنوان قصاصات أدبية، ولها صفحة على الفيسبوك متخصصة في الأدب، حاصلة على تمهيدي ماجستير في التاريخ الفرعوني، وهي محفظة قرآن ومدرسة لغة عربية للأجانب، كما أنها تمارس الدعوة الإسلامية. ومؤخرا أصدرت كتاب تحت عنوان قصاصات أدبية في الدين والحياة. أرحب بضيفتي في هذه الفقرة الأستاذة نرمين كحيلة. أهلا بك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني نشاط واسع للغاية. خليني أسأل في البداية، يعني متى بدأت الرحلة مع الكتابة بشكل عام، سواء الكتابة بشكلها التقليدي أو الكتابة في مدونة؟ هو الحقيقة يعني أنا موهبتي في الكتابة ابتدت من وأنا طفلة صغيرة. يعني في المدرسة كنت مثلا أكتب مواضيع تعبير كانت بتعجب المدرسة بتاعتي جدا، وكانت تديني درجات عالية عليها وتقولي لو يعني أقدر أديك الدرجة النهائية في التعبير، لأن محدش بياخد الدرجة النهائية في التعبير. كنت اديتها لك، فكانت تكتب لي شكرا جزيلا على الكراسة، وأنا مازلت محتفظة بالكراسات دي. بعد كده بقيت بكتب أشعار وقصص قصيرة وبعرضها على أساتذتي برضو في المدرسة. بعد كده يعني لما كبرت شوية توقفت تماما بقى عن الكتابة، لحد ما ابتدت تجيلي خواطر كده، فابتديت أدونها على الورق يعني. فيعني طبعا هي ظلت حبيسة الأدراج فترة طويلة، يعني الحقيقة كانت بيني وبين نفسي كده. بعد كده ابتديت أعرضها على يعني على الأقارب، على العيلة، على الأصدقاء، فلقيت استحسان منهم كبير، وقالوا لي طب ليه ما تحاوليش يعني تنشري الحاجات دي، خسارة دي جميلة وكده. فابتديت بقى أعرضها شوية على النت، أبعتها في جروبات كده، فلقيت القراء يعني أعجبوا بيها جدا. فالحقيقة دي كانت يعني شيء غير متوقع، يعني أنا ما كنتش أعتقد إن هي ترقى لمستوى النشر يعني. بعد كده ابتديت ان انا اراسل جرايد ورؤساء صحف وكده، على اساس ان انا اكتب في الجرايد. فالحقيقه يعني لقيت كتير منهم الحمد لله يعني ابدوا اعجاب بالكتابات بتاعتي، ومنهم الاستاذ حمدين صباحي. هو الحقيقه يعني انبسط جدا بالكتابه بتاعتي، وقال لي يعني انت عندك سخريه عبقريه وعندك اسلوب متميز في الكتابه، وانا اتنبأ لك انك ان شاء الله هتبقي كاتبه متميزه في المستقبل. وهو طلب مقابلتي يعني، وانا رحت قابلته فعلا في مكتبه. والحقيقه هو رحب بيا جدا، ويعني اثنى عليا وقال لي اكثر الله من امثالك وكده، ونشر لي فعلا في جريده الكرامه. كان اول مقال ينشره اللي هو الموت ارخص. هو كان يعني مقال ساخر عن الاحوال اللي مصر بتعيشها في ما قبل الثوره يعني. والحمد لله بقى ابتدت بقى تيجي تعليقات بقى من قراء وكده، بدات المسيره الحمد لله. هو الحقيقه الاستاذ حمدين صباحي كمان شاعر لم يكتشف بعد، لكن شاعر حقيقي الحقيقه، بصرف النظر عن فكره عمله بالسياسه، لكن فيما يتعلق بالقصيده العاميه حمدين صباحي يكتب القصيده العاميه. طيب خليني اخرج شويه بره المقالات واوصل لقصاصات ادبيه في الدين والحياه. الكتاب يحمل بين طياته موضوعات متفرقه في السياسه والدين والحياه والجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه. يعني كيف بدأتِ مع فكره هذا الكتاب؟ هو الحقيقه يعني انا ما كانش جاي في بالي خالص ان انا يعني انشر كتاب، لكن هو كتير من القراء بعتولي قالوا لي يا ريت الكتابات اللي انت بتكتبيها دي تضميها في كتاب مطبوع، علشان اللي ما بيقدرش يدخل على النت يقدر يقراها، وتبقى توثيق لمقالاتك يعني. فانا الحقيقه استحسنت الفكره، وهي كانت اول يعني فكره من قارئ فلسطيني بعت لي على النت وقال لي انا مستعد حتى ان انا يعني ايه اتكفل بتكاليف طباعه الكتاب يعني. فانا طبعا رفضت الفكره دي، بس انا عجبتني فكره ان انا يعني اطبعه في كتاب، وفعلا ابتدت المحاولات من السنه اللي فاتت. ويعني طبعا بس لقيت شويه مشكلات بالنسبه للناشرين وكده، لان انا كنت لسه مش معروفه وكاتبه ناشئه وكده، لكن الحمد لله اخيرا يعني
طبع الكتاب. الحمد لله هو ظهر للنور اخيرا، وهي كانت ولادته متعثره شويه، بس انا بعتبره فعلا ابني البكري يعني. طيب اغلب ما جاء في هذا الكتاب كتب في فتره ما قبل الثوره ولا بعد؟ لا هو كله ما قبل الثورة، بس أنا إن شاء الله كتبت مجموعة مقالات تانية يعني خاصة بالثورة، إن شاء الله ناوية أعملها أطبعها برضو في كتاب تاني كسلسلة وتكملة لهذا الكتاب يعني إن شاء الله. طيب أستاذة نرمين، يعني حتى نتعرف على هذا الكتاب يا ريت حضرتك تنتقلنا ولو فقرة من واحد من المقالات ونقراها للسادة المشاهدين عشان يعني يبقى في حالة من حالات التواصل حتى مع النص اللي حضرتك كاتباه. طيب يعني هو الحقيقة مش عارفة اختار ايه، لكن انا ممكن اختار مقال الموت ارخص على اساس ان هو يعني اول مقال ليا في جريدة القرم. طبعا هو اقرا جزء منه. اتفضل. ولع في نفسك بنص جنيه. هذه العبارة المضحكة المبكية انطلقت من فم بائع ولاعات متجول معلنا عن سلعته، وقد استوقفتني وتأملتها وحاولت تفسير مغزاها. في البداية ضحكت حتى كادت ضحكتي أن تسمع المرة، ثم قلت لنفسي سرا: ماذا يقصد هذا الرجل بهذه العبارة العجيبة؟ هل يقصد مجرد الدعابة والمزاح لجذب الزبائن، أم أنه يقصد شيئا آخر؟ أعتقد أن هذه العبارة لها مغزى أعمق بكثير من مجرد المزاح، إنها تعكس أوضاع المجتمع بشكل ساخر كما هي عادة المصريين دائما. إنه يقصد أنه في ظل غلاء المعيشة وطوابير العيش والفقر والظلم والديكتاتورية والفساد المستشري في كل مكان، أصبح الموت أو بمعنى أصح الانتحار هو الاختيار أو البديل الأفضل للمواطن المصري. ولكن لأن الموت هو أيضا من الأشياء التي قد تكون باهظة الثمن، لذا فإن هذا البائع يطمئن الناس إلى أن الموت الآن أصبح متوافرا في الأسواق وبسعر رخيص في متناول أي مواطن. إنه لن يكلفه سوى نصف جنيه فقط، بعدها تنتهي آلامه وأحزانه في هذا العالم ويذهب إلى عالم آخر ليس فيه مكان للمحسوبية والوسائط والرشاوي. وأخذت أتخيل أنه في القريب العاجل سيأتي اليوم الذي نقرأ فيه في الجرائد إعلانات من شركات تضمن للمواطن أفضل وأسرع وأرخص وسيلة للموت، حيث تقدم كل شركة أوكازيونات وتخفيضات هائلة، خاصة إذا كان الانتحار للعائلة كلها بدلا من الفرد الواحد، مما يشجع الناس على أن يحجزوا مقاعدهم من الآن في العالم الآخر. ثم يأتي الاتفاق بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين الزوج وزوجته وأولاده على أن يكونوا معا في الآخرة كما كانوا معا في الدنيا، عسى أن تكون حياتهم هناك أفضل، ويتم ملء استمارات بعدد الأشخاص الذين يريدون الانتحار والوقت الذي يرغبون أن يموتوا فيه. ثم تعلق الحكومة لافتات في كل مكان تكتب عليها بالخط العريض: انتحار لكل مواطن. وفي كل محافظة يتم كتابة جملة: محافظة الإسكندرية مثلا أو القاهرة تتمنى لكم انتحارا سعيدا هادئا. وربما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي تنجح الحكومة في التخطيط له ببراعة، فأفضل حل لمشاكل المواطنين هو التخلص منهم، وهو حل عظيم أيضا لمشكلة الانفجار السكاني. فبدلا من أن يسقط المواطن في بلاعة مفتوحة في الشارع، أو يحترق قطارا موديا بحياة 1000 مواطن، أو يسافر شاب إلى ليبيا وإيطاليا ويغرقون في الطريق، أو يقتل المواطنون أثناء جهادهم المقدس في طابور العيش، أو ينتحر أب لأنه لا يستطيع دفع مصاريف المدرسة لأولاده، أو تنتحر أم لأنها لا تستطيع أن تعول أبنائها بعد وفاة والدهم، أو ينتحر شاب تخرج في كلية السياسة والاقتصاد وكان ترتيبه الأول لأن وزارة الخارجية رفضت تعيينه سفيرا لأنه غير لائق اجتماعيا، أو تموت عروس قبل زفافها بأسابيع قليلة في مترو الأنفاق بسبب الإهمال. كل هذه الطرق هي طرق عشوائية ترفضها دولتنا الموقرة، لذا فقد وضعت نظاما يقنن عملية الانتحار حتى نكون بحق دولة نظامية تحترم حق المواطن في الانتحار. صحيح. يعني من أسبوع تقريبا الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين استاء جدا ان احد الاعضاء اتهم الوزارة انها بتسعى لتقليل عدد المصريين. هاج وماج في المجلس وانزلوه من على المنصة الحقيقة، لكن العضو قال نفس الفكرة، ان الحكومة او الحكومات المتعاقبة علينا في خلال السنين اللي فاتت كان عايزة يعني تحسن الاقتصاد من خلال التخلص من المواطنين،
مش تحسين احوالهم المعيشيه. المقال رغم ان ليه حس ساخر استاذ نرمين انما مليء بالمراره. صحيح فعلا. نشر قبل الثوره. هو فعلا كمقال. اتنشر قبل الثوره. يعني انا سبحان الله المقال ده انا فعلا كنت ماشيه في الشارع وسمعت فعلا الراجل البسيط ده بيقول الجمله دي، فانا فعلا استوقفتني وفضلت طول ما انا ماشيه لحد ما وصلت للبيت يعني ايه احاول يعني افكر في كلام الراجل ده. واول ما وصلت البيت ابتديت اكتب المقال واستجمعت بقى الافكار وكده وكتبت المقال ده. استفزني جدا كلامه يعني. طيب جزء من الكتاب بيتكلم على طريقة ما لفهم الإسلام بطريقة صحيحة. بتهيالي حتى لو كان هذا المقال كتب قبل الثورة، ربما نحن في حاجة إلى فهم صحيح للإسلام أكثر وأكثر بعد الثورة المصرية. قلت إيه في المقال بتاع محاولة فهم صحيحة للإسلام؟ هي الحقيقة يعني هو مش مقال واحد، هو عدة مقالات. لأن أنا لاحظت إن في خلط في المفاهيم يعني بين الناس الإسلام كدين نظري وتطبيقه على حياتنا العصرية. إحنا كلنا يعني مسلمين وبنحب الإسلام، ولكن إحنا يعني بنقرأ الإسلام في الكتب لكن مش عارفين نطبقه إزاي على حياتنا. فأنا ابتديت يعني أكتب مجموعة مقالات، منها مثلا مقال قشر البرتقال. المقال ده برضو أنا يعني شفت نماذج حواليا ان هم مسلمين يعني بيحاولوا يتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق ان هم مثلا شاب بيطول شعره بيقول اصل الرسول كان بيطول شعره فانا عايز ابقى زيه. فطبعا انا يعني حسيت ان لا مش هو ده الاسلام. مين قال ان انا عشان ابقى زي الرسول اسرح تسريحته او اطول شعري او اربي دقني؟ يعني الشكل الخارجي مش هو ده مقصد الاسلام. الاسلام جاء علشان يعني يعلم الناس القيم والمبادئ والاخلاق، ازاي ان انت تتعامل مع الاخرين بشكل طيب وحسن. لان الرسول عليه السلام قال ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، ما قالش بعثت عشان اخليكم تصلوا او تصوموا او كده. طبعا ده شيء مهم، جانب مهم من الدين، ولكن الهدف الرئيسي من الدين اي دين يعني كل الانبياء بعثوا علشان يغيروا سلوكيات الناس للاحسن. صحيح. سيدنا شعيب برضو لما جاء كانت في مشكله في قومه، ان هم مشكله اخلاقيه ان هم يعني بيبخسوا الناس اشيائهم. فهو بعث علشان يغير السلوك الخطأ ده. كذلك برضو قوم لوط كان في ناحية أخلاقية عايزة تتظبط. يعني كل نبي بيجي علشان تقويم سلوك الناس. هو الحقيقة كل الأنبياء بعثوا من أجل يعني ثورة على أوضاع فاسدة داخل المجتمع. ده صحيح. وهي الهدف الأساسي هو الأخلاق والقيم. أيوة. طيب من وجهة نظر حضرتك أستاذ نرمين، إيه اللي خلى شاب لا يجد في الإسلام إلا مسألة تطويل الشعر أو لبس الجلباب أو إطلاق اللحية؟ إيه اللي خلانا أو خلى الشباب أو بعض الشباب يترك جوهر الإسلام ويكتفي ببعض المظاهر؟ هو في الحقيقة طبعا أولا غياب الوعي الديني. يعني إحنا شبابنا النهاردة للأسف مفيش وعي ديني صحيح. وده برضو مسؤول عنه بجزء كبير الإعلام. يعني أنا شايفة أن الإعلام برضو شارك بدور كبير في الموضوع ده. مفيش يعني وبرضو يعني الدعاة برضو مفروض يكثفوا جهودهم أكتر. هم دلوقتي يعني حتى في خطب المساجد الشيخ في المسجد الإمام في خطبة الجمعة مثلا يقول عن الصلاة عن الصوم عن عذاب القبر بتاع، لكن مش مركز برضو على جوهر الدين. فابتدى جيل يطلع ان هو بياخد الدين كقشور، لكن صلب الدين وجوهره مفيش. يعني بشوف يعني شباب كتير بيرتاد المساجد وكده وبيصلي وبيصوم، لكن كأخلاقيات مفيش. فابتدت الناس تقول يعني الغرب يقول طب ما هو ادي المسلم اهو عمال يصلي ويصوم ويربي في دقنه ويلبس جلابيه قصيره، لكن كاخلاقيات بيكذب بيغش يعني بيتعامل بطريقه سيئه جدا. طبعا البعض، احنا ما بنعممش يعني في طبعا نماذج تجمع بين الجوهر والمظهر الاسلامي، واحنا مش دول اللي احنا بنتكلم عنهم. احنا بنتكلم على اللي بيهتم اكتر بالمظهر وما يدققش قوي في مساله الجوهر. بالظبط كده. بالظبط كده. فاحنا محتاجين ان احنا يعني ايه نعمل دمج ما بين الاخلاق والدين، الاثنين لا ينفصلوا عن بعض. هو حصل فصل بين كتير من الناس ما بين الاخلاق والدين. يعني تلاقي حد عنده دين وما عندوش اخلاق، او عنده اخلاق وما عندوش دين. فانا نفسي ان الناس تعمل دمج ما بين الاثنين، زي ما كان الاسلام على ايام الصحابه يعني رضوان الله عليهم
كان مثلا سيدنا عمر او سيدنا ابو بكر يعني ايه، كان في دين وفي يعني سيدنا عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 8 يعني سنين. فلما سألوه ازاي يا عمر وانت يعني فقيه وامام وكده تحفظها في 8 سنين، قال لهم ما هو يدوب عبال ما قدرت اطبق اللي في السورة. فاذا هو يعني فهم الاسلام فهم صحيح، ان هو ليس مجرد حفظ وتكرار للسورة بقدر ما هو تطبيق عملي في كل الاحكام والاخلاقيات اللي وردت في السورة. فيا ريت احنا يعني نفهم المعنى ده. صحيح. طيب ايه تاني من الموضوعات اللي حضرتك طرحتيها وناقشتيها في هذا الكتاب قصاصات ادبيه؟ هو الحقيقه يعني طبعا هي مواضيع كتيره جدا، بس انا يعني بركز اكتر على حكايه التسول. يعني انا ليا اكتر مقال عن التسول، منهم مثلا مقال اسمه نقابه المتسولين. لان انا لاحظت ان المتسولين كتروا قوي في الايام بتاعتنا دي، يعني بطريقه رهيبه. يعني يمكن نص الشعب بقى متسول، فطبعا ده بيدي صوره وحشه جدا لشعب مصر، ان هم يعني شعب متسول وغير حضاري. وكمان الاسلام نهى عن التسول. يعني هو بيقول في حديث بيقول يعني ان المتسول هتاتي المساله نكته في وجهه يوم القيامه، يعني علامه سوداء يتفضح بيها بمعنى اصح، كل اللي يشوفه يقول ده كان متسول في الدنيا. فدي طبعا حاجه سيئه جدا. فانا مره كنت راكبه ترام يعني في اسكندريه، فلقيت واحد اللي هو الكمساري يعني بيقول لي انا بعد ما بخلص الشغلانه بتاعتي بنزل اشحت. فانا طبعا استغربت، قلت له ازاي الكلام ده؟ هو انت مش ليك وظيفه وبتتقاضى عنها اجر؟ قال لي ايوه صحيح، بس انا مرتبي ضعيف وبنتي تعرضت لمرض خطير، المرض ده محتاج عمليه ب 5000 جنيه، ولجأت للنقابه بتاعتي قالوا لي ما نقدرش نعمل لك حاجه. كويس والله ان ليه نقابه اصلا. طب اعمل ايه؟ اروح اسرق؟ انا ما اقدرش اسرق، يبقى اشحت. يمكن على الاقل الشحاته يعني ايه، وظيفه شريفه. فكل يوم تصور ياخد بنته وبعد ما يخلص ورديته ينزل يشحت بيها. فانا طبعا استفزني برضو جدا الكلام ده، فكتبت مقال اسمه نقابة المتسولين. تصورت ان في هيعملوا بعد كده بقى نقابة للمتسولين، ومثلا طبيب بعد ما يخلص المستشفى بتاعته ينزل يشحت، مهندس بعد ما يخلص الشغل بتاعه ينزل يشحت، عشان عمل اضافي يعني. بالظبط كده. وتبقى لهم نقابة بقى وتصريح وكده. ويعني يعني انا طبعا صيغت الموضوع باسلوب ساخر، لكن انا برضو جوايا مرارة. يعني ازاي نبقى يعني في دولة ويحصل فيها كده؟ المفروض طبعا ان النقابة بتاعته تسنده، يعني يبقى في صندوق مثلا لمساعدة الناس اللي زي كده. هو الملفت يا استاذه نرمين ان بعض المتسولين بيروحوا للجمعيات الخيرية اللي انتشرت جدا في مصر زي الأورمان والرسالة وغيرها، والجمعيات دي بتعمل ابحاث وبتديهم اللي هم محتاجينه. يعني لو البنت محتاجه عمليه ممكن جمعيه خيريه تتكفل بمصاريف العمليه. لكن انا اعتقد ان في مشكله وعي، ان الناس مش عارفه، ان الناس كمان ما بتثقش في الجمعيات الخيريه بمعنى من المعاني، وكمان في رغبه يعني ان انا اخد اللي انا اقدر اخده. اعتقد ان التفاوت المجتمعي اللي حصل خلال ال 30 سنه اللي فاتوا واختفاء الطبقه الوسطى وبقت مصر عباره عن طبقه غنيه وطبقه تحت خط الفقر هو اللي خلى شكل من اشكال الحقد الطبقي، فخلى المتسول شاعر ان هو لما بياخد وهو بيتسول هو بياخد حقه. هو ما بياخدش حاجه بالخديعه او بالكذب، لا هو بياخد من ناس تم انصافها على حسابه. ايوه ده يعني صحيح. هنا الازمه تتحل ازاي؟ تتحل باعاده الوعي ولا بتوفير مناخ من الثقه بين المؤسسات الخيريه والناس الغلابه؟ والله انا شايفه ان احنا نمشي في الاتجاهين. يعني اولا لازم الناس تفهم، الناس دي يعني اللي بتتسول تفهم ان ده ذنب كبير جدا هي بترتكبه في حق نفسها وفي حق مجتمعها. لان يعني وفي احاديث كتير وردت في الموضوع ده، ومنهم اللي هو الشاب اللي قتل الرسول عليه السلام وبيشحت منه، فقال له اخده من ايده وراح اشترى له يعني حاجه علشان زي حاجه يعني يبتدي بيها مشروع، يعني ان هو يتكسب منه. فده حل مثلا ان احنا الناس اللي بتتسول دي، بس دي برضو لازم الدولة تشارك معنا فيها. يعني ما نقدرش نلقي الحمل كله على الجمعيات الأهلية، لازم برضو الدولة يكون لها دور. صحيح. ان هي تعلم الناس دي حرفة معينة
وبعد كده تبقى هي مسؤولة عنهم بقى، تتابعهم، تسوق لهم مثلا منتجاتهم كده يعني. فدي حاجة نقدر نحل بيها. الحاجة التانية ان هم طبعا لازم يفهموا ان ده حرام شرعا واسم وذنب عظيم، وان دي هتبقى فضيحة للمتسول يوم القيامة. صحيح، واللي اتعمل فيهم برضو حرام الحقيقة. يعني كده. اذا كان التسول حرام، فالظلم الاجتماعي اللي وقع على هذه الطبقات المعدمة اللي ما بقاش قدامها الا انها تقف في الشارع تسأل الناس، ده ظلم باين علينا ان نرفعه على مجموعة كبيرة جدا من الناس في مصر كانت تعاني وما زالت تعاني لغاية ما نلاقي لها حل. الكاتبة الأستاذة نرمين كحيلة، بشكرك جدا على هذا اللقاء وبهنيكي بصدور الكتاب، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى مع صدور الكتاب القادم حول المقالات التي كتبت بعد الثورة المصرية إن شاء الله. وأنا سعيدة بيكم وبشكركم، وشكرا على البرنامج الجميل بتاعكم ده. شكرا أستاذة نرمين، وشكر في النهاية لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حتى نلقاكم وحلقة جديدة، هذه أرق تحياتي وإلى اللقاء.